أحلى مرحبا بكم من جديد وصحة شريبتكم. هي فيسام ديجيتال، مازلنا مواصلين حتى لل10 متاع الليل. بعد شوية ما تبعدوش تكون حاضرة معنا سارة الصدفي اللي نعرفوها الانفلونسوز المؤثرة والانستغراموز. ما قبل هذايا خلينا نحكيو، ما نجموش ما نحكيوش على خبر أشرف حكيمي وزوجته هبة عبوك المحرومة من نص ثروته بعد الطلاق. اكتشفت اللي الثروة متاعه كانت مكتوبة باسم الوالدة. الطلاق علاش صار؟ خاطر اتهموا حكيمي بقضية شنو جوستومون بقضية الاغتصاب. دونك زوجته طلبت الطلاق. بعد ما صدر الطلاق اكتشفت زيدا طالبت بنص الثروة متاع حكيمي، لكن اكتشفت اللي ثروته الكل مكتوبة باسم الوالدة متاعه. مازلنا لحد هذه اللحظة ما جاوب حتى حد، لا أشرف حكيمي ولا زوجته هبة عبوك، لكن الصفحات والمواقع داولت الخبر هذايا. منها شفنا على تويتر الجزيرة والعربية هبطوا الخبر هذايا، على الفيسبوك ايتي بالعربي هبطت زيدا الخبر هذايا، في تونس باج اشتاج ميديا هبطت، لكن قالت مازلنا ما نعرفوش الخبر صحيح ولا لا. من الناس زيدا اللي تفاعلت في تونس بالحكاية هذايا شفنا سمير الوافدي هبط ستاتيو. سمير الوافدي ما حاضر معنا في الإيميسيون على طعام الستاتيو بتاع سمير. والله يعجبني سمير الوافدي، ديما موجود وديما يعلق على اكزاكتومون وديما يتفاعل. سمير الوافي خلينا نحكي لكم ملي قالوا في الاخر، قال اللي البارح حكم القضاء ببراءة حكيمي من الاغتصاب وانتصاره على المؤامرة، لكن انتصاره الأجمل كان على غدر من كان يسميها حبيبته وزوجته وتحمل كل التنمر على فارق السن بينهما، حيث فشلت في الانتقام منه وفشلت في تقاسم ثروته معه، إذ قدم حكيمي لقاضي الطلاق ما يفيد بأن أملاكه كلها باسم حبه الأكبر والأبقى والدته، وكأنه كان يتوقع هذا اليوم وتلك الطعنة، ولم يبقى لهبة عبوك سوى الاحتقار والازدراء والهزيمة. كيدهن عظيم لكن رضاء الوالدين أعظم. دونك خلينا نذكروا لأشرف حكيمي يتقاضى 1,000,000 أورو في الشهر، ما يعادل 3 مليارات ونص 4 مليارات تونسية. وفيرست ماجازين فيرست ماج هي أول واحدة هبطت الخبر، خرجت الخبر هذيا متاع هبة عبوك. دونك شنو رأيكم في الحكاية؟ خلينا ناخذوا صابرة أنت جوريست، دونك بيان سور لي باتاي جوديسيير هذوما أنا الحقيقة يخليوني يعجبوني، خاطر لا بالحق فيها الجانب القانوني والجانب المالي والجانب الشخصي، وهكا عندك ما تحكي فيها على الاخر. ونتذكروا نحن ديجا الحكايه نتاع جوني ديب وش اسمه هي امبر هيرد طليقته ولا صاحبته اللي هو. دونك الحكايه بالنسبه لي انا الحقيقه نحترم القانون برشا، وانا امراه قانون. دونك بالنسبه لي انا تسرعت، وانا بالنسبه لي انا وخايتي ماهيش بنتصل هذه راه خاطر اي بيان سور ماهيش بنتصل، خاطر مازال ما خرجش الحكم، وهي هزت شلاقيتها وما لاقيتها وبدات تحكي على طلاق، وبدات يا بنية عمي يصبر حتى لين تخرج معناها شوف القضاء معناها شنو يقول كلمته، نشوفوه مذنب والا لا، ومن بعد انت قرر معناها وشوف. خاطر سامحني المشاهير عندهم راهو معناها من لي رومور اللي يخرجوا عليهم، عندهم القضايا اللي يتلفقوا لهم، معناها مش اي انسان عمل جريمه والا ونحن نقولوا له مذنب والا معناها مدعى عليه، حتى اللي بعتيك تثبت الجريمه باش نقولوا راهو السيد هذاك متهم معناها ماهوش بريء والا مجرم فوالا. دونك لهنا بالنسبه لي انا تسرعت برشا. اي اما القانون هكا صابره يقول كي يطلقوا زوز المراه ياخذوا نص. لا كيفاش؟ لا فنحن في تونس عندنا قانون الاشتراك في الملكيه نتاع 98 نوفمبر 98. القانون هذا يقول لك انه هو اختياري ساعه قبل كل شيء، نجموا الزوز ازواج يصحوا على القانون هذاك ويقولوا انه كل العقارات اللي يملكوها من بعد الزواج متاعهم ينجموا معناها يقسموها ما بيناتهم، ما يدخلش فيها الارث وما تدخلش فيها معناها الفلوس اللي عند الزوج ولا الزوجه اللي يقسموها قبل. دونك انت تشوفها هي بنت قليله اصل وما كرهش تصرفتك انت خضره. انا توا ساعه كاينين نشوف في عبير زغدودي مش في صابره قدامي معناتها هذايا العبير في الحكايه هذه يشتركوا معناتها مع بعضهم. الكلام اللي قلته كبير
سابرة على خاطر العظمة ما تقول طق إلا ما فيها شق. وهذا أولا. ثانيا هي ما وصلت قضمة قضية الطلاق على خاطر هما متفرقين قبل حكاية القضية هذيا. معناتها ديجا هما اون سيباراسيون لي معناتها لي حاجات معناتها الله أعلم شنو ما هو صرحوش بهم، ولكن هما راهم الزوز معناتها اون سيباراسيون قبل ما تصير الحكاية هذه. ثالثا هي قدمت قضية الطلاق لأنه فما حاجات صارت غيالمون، ما صارتش قضية الاغتصاب ولكن قضية الخيانة موجودة. سامحني هاك ساكتة، هاي ساكتة، هي قبل تكلمت وقت اللي ماهيش ساكتة. هي قضية الاغتصاب ما صارتش اوكي، ولكن قضية الخيانة صارت لأنه الطفلة كي مشيت للمركز وشكيت فما الإبار اللي وصلها لداره موجود، فما حاجات معناتها موثقين دي ميساج دي اس ام اس دي ميساج انستغرام، فهي اختارت انه وقتها تاخذ الديسيزيون وتطلق، ماهيش هكاك معناتها مشيت من راسها. ثالثا انك تكتب فلوسك الكل باسم امك وانت ديجا خذيت المراه اللي تحبها وعايش معها وجايب منها صغار، لهنا انت ديجا متوقع انت داخله ما تسامحوني في الكلمه معناتها فما سوء نيه، فما سوء نيه، معناتها انك انت تعرف فلوسك لامك ما عندكش ثقه في المراه اللي انت متعاشر معاها، لهنا انت ماكش قاعد معاها بسوء بنيه طيبه. مانيش نحلوا دابا عنا تليفون عنا ضيفتنا قاعده تستنى فينا دونك واصل. اي يا اخي انا نقول هي طالبه ساعه بنصف الثروه تضمن في حق صغارها وهذا من حقها، ورد اعتبار لها على خاطر هي تقول انه ينجم بعد الطلاق انه حق صغارها ما يوصلش، حق صغارها نص الثوره معناه هو يجري في بساقيه ويعلم به ربي وهي تمشي تهز الماء واللي ثم ما خاطرش تهز الماء واللي ثم نص الثروه لصغار ومش لها هي، راهو هذا رد اعتبار وهي من حقها تطلب اللي تحب، راهو انه يعطيها القانون بعد ولا ما يعطيهاش والقضاء ينصفها ولا ما ينصفهاش هذيك حاجه اخرى، من حقها تطلب، هي من حقها كإنسانة تطلب اللي تحب. هو فما شكون قدم قضية بماكلة ما عجبتوش في مطعم في أمريكا عوضوا له ومازلنا نحكي ونعاود نذكر اللي نحكيو على حاجة مازلنا مانيش متأكدين منها وما جينا حتى ما فماش دخان من غير لا من أشرف حكيمي ولا من هبة عبوك. أنا أكثر حاجة عجبتني في الفيسبوك وأنا نلوج على الخبر هذايا والله عجبتني تصويرة مكتوب عليها ماما ممكن تديني مصروف علشان خارج مع مبابي، معناتها مصورين أشرف حكيمي جوستومون أنا شوفوها توا على الديجيتال، ماما ممكن تديني مصروف عشان خارج مع بابي، معناتها ديما العباد تخلق النكته جوستومون الضحكه في لي